مع اقتراب فترة التوقف المقبل، بنو هاشم ما بغاهاش تمر كيف العادة. مدرب الوداد الرياضي محمد أبن بنو هاشم شدد على ضرورية الاستغلال هذه المرحلة باش الفريق يبقى في الفورمة ويكمل بنفس الروح والعطاء اللي بان به في المباريات الأخيرة. حسب مصادر لموقع سيت أونفو، بنو هاشم دار لقاء مع رئيس النادي هشام أيتمنى وقدم ليه مجموعة ديال التوصيات بخصوص كيفاش يتعامل مع التوقف. الهدف ديالو كان واضح: البناء على المكتسبات، ماشي البداية من الصفر. أيتمنى رحب بالأفكار ديال المدرب، وبالفعل تم الاتفاق على برنامج خاص بهذه المرحلة كيتضمن معسكر إعدادي مغلق، وزاد عليه تنظيم مباريات ودية باش اللاعبين يبقاو محافظين على الجاهزية والانسجام. الوداد غادي يلعب آخر مباراة ديالو في الميدان ضد فريق نيوروبي يوم الأحد الجاي، ومن بعد غادي يشد الرحال لمواجهة عزام في 30 من نفس الشهر. مباشرة من بعد هذه المباراة غادي يدخل الفريق في فترة التوقف المنافسات القارية خاصة بالأندية، واللي بنو هاشم باغي يحولها لفرصة للتقوية والتحضير الأفضل. بهذه الرؤية الواضحة كيبين بنو هاشم أنه كيشوف أبعد من النتائج الآنية وباغي يبني فريق متماسك وجاهز لكل التحديات. الوداد تحت قيادته غادي يسعى يستغل كل دقيقة من التوقف باش يرجع أقوى ويكمل المسار ديالو بثقة في الدوري وباقي المنافسات.